تتواصل هذه الذكريات المشحونة بالمعاني والمشحونة بالصدق والحق الأكيد. هذه الأرض مليانة بترول وحديد ولؤلؤة ومرجانة، لكن خافية مدخورات من تالانة، كما نرضي خالقة كيف تكون رضيانة، كما قال الشاعر طه عبيد الله رحمه الله. الحق الأكيد هذه الأرض مليانة بهذه السير وبهذه العطور التي تفوح، ونحن نقلب ذكريات الذين مضوا وخلفوا لنا هذه الإشارات التي نتمتع بها ونحن في حضرة أهلنا رفاعة في ديار الناظر يوسف جميل رحمه الله، ومع أحفاده. بعد أن حدثنا الناظر عثمان يوسف جميل واستمعنا إلى الشاعر الطيب مصطفى شبرقي، نعود الآن لنقلب الأضابير ولننظر في المراجع وفي الكتب التي دونت وسجلت لنا مآثر هذا الرجل الذي أعطى ولا زالت ذكراه بيننا. نقلب الأوراق والذكريات ونقلب في فروع قبيلة رفاعة إلى أن ندرك الناظر يوسف جميل عليه رحمة الله مع حفيده محمد أحمد جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشكر أجزله للأستاذ المؤرخ الأستاذ محمد الفاتح في برنامجه بتاع الجامعة المفتوحة التي تشمل 23 فرعا، والتي تنشر المعرفة من أوسع أبوابها في ربوع السودان. وفي هذا المقام الطيب ونحن في حضرة ذكرى الناظر الشيخ يوسف جميل، هذه الذكرى وهي تصادف اليوم وهو يوم 5 ذكرى وفاته سنة 1968 يوم 5/8، مرور 40 عاما. يتزامن هذا التاريخ والتوثيق له لم يأتي مصادفة، إنما أتى بقدرة قادر في هذا اليوم الذي نترحم فيه على الشيخ مؤسس نهضة الشبارقة الحديثة، والتي ارتبط اسم الناظر الشيخ يوسف جميل بها ارتباطا وثيقا. وهو أي الشيخ الناظر يوسف جميل هو سليل قبيلة رفاعة ذات الإرث التاريخي المعروف. هذه القبيلة التي حكمت السودان 317 عاما من 1504 إلى 1821. 1821 عندما دخل إسماعيل باشا غازيا السودان وسلم له آخر ملوك الحلفاية. هذا التاريخ وهذه القبيلة ذات التاريخ العريق التي دخل عبرها الإسلام السودان، ودخلت العروبة ودخلت اللغة العربية حتى أواسط وغرب وجنوب أفريقيا بعد انهيار الأندلس. فهذه القبيلة العربية الشريفة التي تنتمي إلى بيت النبوة كما يجمع كثير من النساب في السودان، هي قبيلة دخلت تقريبا في القرن
التاسع والتاسع الميلادي. فالدخول العرب كان في السودان أسبق على يد عبد الله ابن أبي السرح في المعاهدة المشهورة التي قضت على المسيحية في السودان وخاصة في الجزء الشمالي. فورد في بنود الاتفاقية المشهورة باتفاقية البغض بند يبدو غريبا، ذلك البند الذي يقول إذا دخل العربي المسلم إلى منطقة دنغلة يأتي عابرا غير مقيما، مما أتاح للعربان أن يتجهوا جنوبا نحو منطقة السوبة. ومنطقة السوبة يتكاثر حولها الرفاعة والشكرية وكثير من قبائل جهينة في هذه المنطقة. في ذلك الوقت اتحد الفنج مع قبائل رفاعة بقيادة عبد الله جماع. وعبد الله جماع هذا هو أصلا من قبائل جهينة، وأمه هي حسينة بنت أحمد رافع الذي حمل اسم القبيلة. فلما جاء والده وتزوج حسينة بنت أحمد رافع أنجب عبد الله الذي سمي بعبد الله جماع وهو عبد الله الجرين. فلما صار عمره 7 سنوات أخذه والده إلى مكة لينهل من مناهل العلم الشرعي الإسلامي في مكة المكرمة. فلما صار عمره 20 عاما رجع إلى السودان وألب أخواله وأبناء عمومته من قبائل جهينة الأخرى واتحدوا مع الفنج وكونوا تلك المملكة الإسلامية التي قضت على سوبة. فسوبة هذه نحن حتى الآن تطاردنا تلك الأوهام القديمة من الصليبية والمسيحية العالمية. ففي عدة مرات في تاريخ السودان دخل مرة الأحباش في عهد الليمينود مسمار وتلقنوا درسا لن ينسوه في منطقة الدندر، وأيضا في المنطقة المحصورة ما بين الدندر والنيل الأزرق. والمعركة الأولى كانت بقيادة القائد الحبشي إياسو، فقتل عربان القواسمة بقيادة العبد الله، والهم كانوا يمثلون رأس الحربة لقبيلة رفاع الكبرى. ففي هذا الوقت انتشر أبناء القبيلة في مناطق مختلفة من السودان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وهي قبيلة عربية أصيلة سليلة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يجمع النسابة. فالقبيلة أتت عبر أحمد رافع عن طريق مصر، ودخل سيدي أحمد رافع إلى منطقة أبو حمد، وهناك تزوج واحدة تسمى آمنة حريرة بنت عبد الله الجهني. وفي منطقة أبو حمد بعد أن ولد ابنه حمد وبعد مدة توفى أحمد رافع ودفن وقبر في أبو حمد. فصارت العربان كل ما تأتي تقول هذا قبر أبو حمد هذا، إلى أن صارت المدينة تسمى بأبي حمد. تكاثر الأبناء هنالك وبدأوا النزوح بإبلهم وماشيتهم إلى مناطق الجنوب، وانتشروا عبر النيل الأزرق شرقا وغربا
وملأوا بقية السودان. والآن يسكن كثير من أبناء هذه القبيلة الكبيرة التي نعتقد أنها تعادل ثلث السكان السودانيين. فمن فروع القبيلة، وهي فروع كثيرة، قيل أنها 20 وقيل 21 وقد تتعدى هذا العدد. وهنالك بعض البيوت الكبيرة في القبيلة أيضا هم أجزاء، لكن صاروا كبارا ببطولاتهم ونضالهم وأصبحوا يمثلون فروعا كبرى. أهم هذه الفروع عادة كما أذكر هم أهلنا العركيين، هم فرع. والعركيين لأنه الشيخ عبد الله العركي هو الذي أتى بنسب الرفاعة من المملكة العربية السعودية من مكة. والحلاويين معروفين في منطقة الجزيرة، مناطق الحصحيصة ومناطق أخرى، حتى المناطق المكفولة في الجزء الجنوبي من النيل الأزرق. أيضا من الفروع المهمة الهلالية والحمدة والغلاطين، وهؤلاء يسكنون أيضا شرق الدندر، والطوال الذين يسكنون شرق سنجة وجنوبها من الناحية الشرقية. والطوال أيضا يسكنون في مناطق الماطوري، وهم لهم صولات وجولات مع التركية السابقة وكانوا محاربين أشداء. ومنهم الكماتير والمعاضيد والزنافلة، وأيضا القواسمة. والقواسمة هؤلاء هم أصحاب الحلف الذي ترأسه عبد الله جماع. والقواسمة هؤلاء يعني حسب تصنيفنا لهم أنهم يتكونون من الشبارقة والعسيلات والفرضيين والمعالية وفروع أخرى في شرق الدندر وفي الحدود الشرقية للسودان المتاخمة مع أثيوبيا، وهم فروع من القواسمة الحيدراب وعرب عروزة والعزوزاب والعرواب ومبرور. وعرب مبرور هؤلاء محاربين أشداء يسدون صخرة مهمة مع حدودنا بأثيوبيا. أيضا العبداللاب وهم رأس الحرب كما ذكرت، والعبداللاب معهم الإنقرياب مناطق الباوقة والأتمن في شرق السودان، واللي هم ابناء الشيخ عثمان بن الشيخ عجيب المنجلق. الحجاجاب في ظهرة الجزيرة، والعمارنة والعوامرة. العوامرة في مناطق الربع والجدايد. أما العمارنة هؤلاء ولي معهم وقفة بسيطة، وأنا أعتقد أن الهجرات العربية القديمة كانت من أقدمها العمارنة، وهم يسكنون جبل موية. وعندما اتحد عبد الله جماع مع عمارة دنقس، لاحظوا الاسم عمارة عمارنة فرع عمارة عمارنة، هذا الاسم هو أصلا أنا أعتقد شخصيا أو عكس ما يعتقده المؤرخ جي اي آركل الذي يقول أنهم من الشلك وأتوا إلى مناطق جبل موية بالمراكب. وهذه النظرية طبعا رفضت، لأن المنطقة من جبل موية لغاية النيل الأبيض ليس بها ماء. لكن انطباق الاسم مع اسم الفرع يدل على أن هؤلاء كانوا عرب من هذا الاسم، يتضح ذلك. الشيء الثاني، كان من عادات الوطنيين في السودان أن يتريس ود البت. ابن البنت اللي أبوه غريب هو اللي بيصير زعيم للقبيلة، لأنه إذا لاحظتوا أن عبد الله جماع أمه حسينة هو أصبح رئيس على هذا الفرع. إذا لاحظنا أنه اسم عمارة دنقس قد يكون هو خاله أو والد والدته، لأنه الاسم شكله غير عربي ويختلف مع المقاطع الحميرية والمقاطع الأخرى العربية التي تعارفت عليها الأسماء في القبائل، عادة تنتهي بالمقطع آب
كما تقول عبد الله، انقرياب، المقاطع الآبية. في منطقة جبل موية كما ذكرت يسكن هؤلاء العمارنة. وأيضا عندنا البني حسين. البني حسين هم يسدون ثغرة مهمة في المد الحالي والمشاكل الحاصلة في غرب السودان، وهؤلاء عرب، وكان الناظر الشيخ يوسف جميل يعرفهم معرفة الحق أنهم أبناء أمتهم، وبقيتهم هم في المنطقة اللي شرق سنار، ويتواصلون مع بعض، ولهم ذكرى طيبة مع الناظر الشيخ يوسف جميل. كما ذكر أخي عثمان أنه كثير من الأسماء اسم مركب، تجد اسم واحد يوسف جميل والنيم، وقف معهم وقفات وخاصة في ترحيلهم. وأيضا هنالك برقيات مع المستر كامبل وتحركاتهم وبعض الأمراض اللي كانت بتصيبهم، وكان عمل لهم كرنتينات وحفاير وحل لهم كثير من مشاكل العطش. هم الآن يحمون الجبهة الجنوبية من الجبهة الغربية اللي تدور فيها المشاكل الحالية. أيضا لا ننسى هؤلاء بني حسين، أيضا بني حسان. بني حسان هم ناس مالك أبروف، منهم زعيمهم الآن أخونا الناظر يوسف أحمد يوسف سعادة اللواء. وهؤلاء يسكنون شمال نهر الصوبات، وحصل في العام الماضي إشكالية كبيرة في ترحيلهم أو نزع سلاحهم، فهم كانوا يسدون هذه الصخرة منذ زمن طويل، وهم أيضا من المحاربين الأشداء. انظروا لهذا الإرث وهذه الثغرات المهمة التي يتحمل عبئها هذه القبيلة من مواردها الخاصة ومما تكسبه من الغنائم من العدو. أيضا هنالك فروع مثل الماجدية والرازقية، وهؤلاء بعضهم يسكنون في منطقة أبو عشر ومناطق جبل أولياء. وإخواننا اللحويين أسود اللبيح في مناطق النيل الأبيض وفي منطقة البطانة، واللحويين بفروعهم المختلفة من حبوش وجربان وزبيلات وزملات، وأيضا ينتشرون في مناطق غرب ود مدني ومناطق أخرى. العقليين فرع أيضا من فروع رفاعة. والعقليين هنالك اسمين للعقليين، هم منهم أبناء محمد العاقل وهؤلاء الرفاعة، ومنهم آخرين ليسوا برفاعة هم أبناء عقيل ابن أبي بكر الصديق. الشاوراب يسكنون في مناطق القضارف، مناطق الجزيرة، وأيضا الشبيلات مناطق أبو عشر، الروجاب جنوب النيل الأزرق، في عترة، في مناطق مختلفة. أنا أدلف قليلا إلى إخواننا الرباطاب، وأنا أعتقد جازما أن الرباطاب هؤلاء هم رفاعة، ونسبة لأن كثير من السودانيين لما يجدوا أنفسهم في منطقة كبيرة ينسوا أصولهم وينتمون لجهات أخرى. فمع احترامي لقبيلة الجعلين الكبرى، هؤلاء الرباطاب، وأنا جدي والد ابن رباط هو ابن شبرك ابن حمد. يعني إذا أنا أخذت لك التسلسل الآتي، مثلا محمد، أحمد، جميل، الإمام، مصطفى، ابن محمد، ابن زروق، ابن حسن، ابن نور الله، ابن حسب الله، ابن عبد الكريم، لغاية عبد الكريم نعرف مواقعهم جيدا، منهم في شمال كردفان، في مناطق كاجة وكتول وسودري وتنة، وأسماء بالشبارقة اسم عديل كده لأنهم ينتمون لجدهم شبرك. عبد الكريم هذا ابن سالم، ابن سور، ابن سرحان، ابن هلال. هؤلاء نعتقد أن أصولهم ذابت، قد تكون وسط الجعليين، أو قد يكون في هجرات إلى ليبيا أو إلى غرب السودان مثلهم ومثل المعالية. حتى في مناطق غرب أفريقيا المعالية موجودين وكانت لهم مشاكل كبرى. فالرباطاب لما نأتي إلى رباط ابن شبرك ابن حمد، هنالك بعض التشابه في حضور البديهة وفي النكتة وفي سرعة الإجابة وفي التشابه. ونتمنى أن يتطور علم الأنساب وعلم
الموروثات الجينية حتى نستطيع أن يكون لدينا الدليل القاطع، لأنه رباط هو ابن شبرك وشبرك ابن حمد، ومنطقة الرباطاب هي منطقة أبو حمد أو جنوب أبو حمد خليل ومنطقة أبو حمد. حمد هذا ابن أحمد رافع اللي هو أنجب حمد، هو أنجب كل بقية هذه الفروع، وقيل أنه دفن في منطقة أبو حجار. حمد أحمد ابن أحمد رافع، أحمد رافع ابن عامر، عامر ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الحسين. والحسين هذا طبعا هو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم ابن علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النسب المنقول من مكة المكرمة ليس فيه اختلاف ولا يختلف فيه اثنان. القبائل الأخرى وعلاقتنا بها هي علاقة وطيدة، وهذا يوضح نوع الترابط الموجود في السودان والذي يختلف عنه في كل دول العالم. نحن نحاط بخؤولتنا من قبائل جهينة الأخرى، كما ذكرت سابقا أن آمنة حريرة بنت عبد الله الجهني هي زوجة أحمد رافع. فقبائل جهينة الأخرى مثل الشكرية، الحمر، البقارة، التعايشة، الضباينة، الكواهلة، هذا هو العمق المهم والعمق الأساسي لهذه القبيلة، والذين يتعايشون في وئام وسلام منذ دخولهم السودان، لأنهم ثقافتهم واحدة ودينهم واحد ولغتهم واحدة ومصيرهم واحد ونشاطهم الاقتصادي تقريبا واحد، والتشابه بينهم في الأخلاق وفي القيم وما شابه ذلك هو يجعلهم في وئام وانسجام نرجوه ونتمناه أن يسود السودان، وأن يرجعوا إلى هذه الأصول حتى تتعمق أواصر الرحم التي أمرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن حملة رسالة، فيجب أن نكافح ونناضل في وحدتنا الوطنية المطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى. الشبارقة فرع مهم من فروع قبائل رفاعة، والشبارقة بامتداداتها من القرى الحولية، وهم أبناء عمومتنا لحما ودما، ويشاركوننا في جدنا الذي أسس الشبارقة، وتربطنا بهم أواصر الرحم والمودة والتواصل الذي ما زال على أوجه. فالشبارقة هي سليل إرث السلطنة الزرقاء بكل موروثاته الثقافية الإسلامية، ونظام الحكم الذي كان يتبع في ذلك الوقت هو أشبه بالحكومات الحالية، لأن النظام كان في سنار رئاسة السلطنة، وكانت كما يقول مشيخة العبدالله، كتاب مشيخة العبدالله، أن الشيوخ تبدأ منطقتهم من أربجي حتى حدود مصر، وحدود السلاطين تبدأ من أربجي إلى حدودنا مع الحبشة. فالشبارقة تقع من ضمن سلطنة سنار اللي تتبع لها، وكانت الحكومة مصغرة وكان لنا تمثيل في ذلك الوقت. الشبارقة سكنت في 3 مناطق أخيرا، يعني كلها شرقنا قليلا، منها من يبعد 7 أو 10 كيلومترات، ومنها من يبعد 5 كيلومترات، إلى أن استقر بجدنا حسب الله عبد الكريم مؤسس الشبارقة الحقيقي في هذه المنطقة سهلة التصريف، قريبة من النيل، قريبة من الأراضي الزراعية، وهي منطقة عليلة الهواء. فالشبارقة تناسلوا في هذا المكان وتوالدوا، وكانت لهم صولات وجولات مع السلطنة، وقوفا صلبا بشجاعة وبصدق، وحاربوا الأحباش مع بقية إخوانهم القواسمة. ولنا نتمنى من
علماء الأنثروبولوجي أو علم الآثار أن يأتوا ويدرسوا هذه المقابر والموروثات التي بها تدل على أن الشبارقة محاربين أقوياء أشداء. شاركوا في المهدية، ماتوا لنا، استشهدوا 7 من فطاحلة رجال الشبارقة، وأيضا شاركوا في سنة 1916 بجمع الجمال إلى فتح دارفور، وشاركوا في الثلاثينيات في فتح الحبشة. وهنالك إرث تاريخي وقصائد كثيرة يحفظوها كثير من أجدادنا والناس اللي مشوا في تلك الفترة، في فترة حكم الناظر الشيخ يوسف جميل، ذهبوا. وحتى هنا من ضمن الوثائق توجد إشادات شكر لمساعدة السودان في تلك الفترة والمستعمر، وهم ما قصدهم إلا أنهم أزالوا الضيمة الذي حل بأثيوبيا ومناصرة الشعب الأثيوبي عبر الاستعمار. فعلى العموم هذا جانب آخر، لكن الذي أريد أن أوضحه أن الشيخ يوسف جميل وهو ابن الشيخ الناظر جميل الإمام، أريد أن أدلف قليلا إلى البيئة الأسرية التي ولد فيها الشيخ الناظر يوسف جميل. والده الشيخ جميل كان رجلا بسيطا كثير العيال، يعني مجمع أبنائه 11 ابنا، ويوسف كان ابنه 12 مع بقية أخواته البنات. فالشيخ جميل كانت له أفق، وكان رجلا يحب التعليم ويحب المتعلمين، فعرضت عليه شياخة الشبارقة فرفضها، وكان يقول للناس أنا عيالي كثيرين وشفتوني مبسوط وعاوزين تنتهوا مني وتبددوا ثروتي هذه، أنا هذه ما لا أريدها. فالخواجة جاء وطلب منه أنه يبقى الشيخ، فحاول يعتذر وقال لي أنا ما بعرف أقرأ واكتب ما داير. قال لي نديك كاتب، قال لي لا اديني مدرسة. فأعطاه المدرسة وفتحت سنة 1906، فهي كانت يعني من أوائل المدارس في السودان، وأول من درس فيها هو ابنه الشيخ يوسف جميل. وكان الشيخ يوسف جميل يقتفي أثر والده في بر متناهٍ، كان يأخذ بكل شيء يقتفي فيه أثر والده. ووالده كان له أسلوب في الكتابة إلى ابنه كأنه متعلم وهو أمي. وقد سمعت قصة أنه رأى رؤية في السماء ورسمها للناس في الأرض وهي مكتوبة: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. على كل، الشيخ يوسف جميل هو الابن الذي حمل الراية بعد والده، ولقي معاناة ومعارضة قوية من الطائفية اللي كانت موجودة في المنطقة، ذلك لأنه ختمي. الشيخ جميل كان الختمي الوحيد يتبع للسيد علي المرغني. حتى الشيخ يوسف جميل فيما بعد هو أيضا اقتفى أثر والده برا منه بالسيد علي المرغني، وكان ختميا إلى أن غير في مشادة يبدو أنه بينه وبين السيد علي إلى صديقه ورفيق عمره السيد عبد الرحمن المهدي، وكان ذلك بعد 1956 أو حوالي 57. هو موجود على كل حال في المذكرات اليومية. فالشيخ جميل وجد معارضة قوية في مسألة التعليم. الشيخ جميل وجد المعارضة كبيرة جدا إلى أن وصلت المرحلة
أن لم يأتي طالب إلى المدرسة إلا جزء بسيط من أهل بيته، فاضطر الإنجليز، وكان في ذلك الوقت المدير المدرسة هو مصري، فجاء إلى الشيخ جميل فقال له أفلوها. فزعل الشيخ جميل وأخذ مفاتيحه وأخذ أختامه وذهب إلى المركز وقال لهم خذوا مفاتيحكم، لا أريد الشياخ وإلا ترجعوا لي المدرسة. بكى، سمعنا أنه بكى في المركز، وأخيرا فتحوا المدرسة. وبعد تلك الحادثة اللي هي يمكن تكون بعد 2 3 4 سنين، كان من أول الطلاب كان عمنا المرحوم الشيخ فضل محمد. نعم، فالشيخ فضل محمد هو أيضا من الناس المخلصين جدا والأوفياء جدا، وقد قامت من حلقاته في القرآن حلقات الكثيرة أن بنيت الآن في الشباركة 6 مساجد بالمسجد الكبير العتيق، والذي جدد الآن بطراز حديث وكبير، كان من فضل الشيخ فضل محمد وحلقة قرآنه التي خرجت الكثيرين. الشيخ يوسف جميل نرجع إليه قليلا. الكلام عنه متشعب، وأنك لا تستطيع أن تمسك على مجال من هذه المجالات وتوفيه حقه. فقط إذا تكلمنا عن مجال التوثيق فهذا مجال واسع. أنا شخصيا محتار كيف وجد هذا الوقت مع شغله الشاق وشغله الكبير أنه يؤرخ من سنة 1926 إلى آخر لحظة قبل أن يتوفى يمكن ب5 دقائق. لم يترك ولا يوم في المذكرات، تقريبا مجموعة 15,000 صفحة يومية عن تحركاته، عن أصدقائه، عن المشاكل، عن همومه، عن متابعته للتعليم، عن البهائم، عن مسيره في الخط، عن كل شيء، كل شيء بمعنى الكلمة، كل شيء. يذهل الإنسان كيف كان يوثق وكيف كان يكتب هذا الرجل، حتى أن هنالك أشياء يحصيها بالأرقام. يعني أنا لا أذيع سرا إذا قلت حتى الليالي التي يقضيها مع نسائه كان يسجلها في آخر النوت، عنده لها إحصاء خاص. فالشيخ يوسف جميل هو رجل موسوعة ويجب الاستفادة منه في كل النواحي، وأخص الناحية التربوية القيمة التي قل أن توجد عند القوات أو عند الزعماء أو عند هذا رجل ملهم، إنه كان صادق النية ومخلص التوجه. هذا ما خلصت به من الكم الهائل من هذه المذكرات. وكان إداريا من الدرجة الأولى، أنه كان لا يضع كل الأشياء في سلة واحدة، يختلف معك في كل شيء لكنه يتفق معك في شيء واحد يرجعه وكأن لم يحصل شيء. الشيخ يوسف جميل والشيخ جميل الذي تدرب على يديه الابن، أنا أريد أن أوضح لكم نموذجا صغيرا من الأشياء أو المعاملات أو الخطابات. مثلا هذا خطاب من الشيخ جميل لابنه الناظر أو المأمور، نائب المأمور آسف، وهو في دارفور اللي هو كاتب الشبارقة. الخطاب هذا من والده، كاتب الشبارقة في 19/10/1930. فكان لا يدع تاريخا، حينما كتب اسمه تحت يكتب التاريخ. هذا الشيخ يوسف جميل كان يكتب التاريخ أيضا. هذا كتب الأسلوب أسلوب الشيخ جميل، لأنه وجدت عدة كتابات يختلف الخط والأسلوب واحد. كان كاتبه جدنا وابن عمه الشيخ محمد أحمد حمراي، وكان أيضا يكتب له الشيخ أحمد المهدي ضفع الله، والد جدنا أو عمنا محمد المهدي ضفع الله أبو عرف، كان أيضا يكتب له. طيب
مضمون الخطاب كالآتي: أنا أريد أن أوريكم نموذج من أسلوب الشيخ جميل وكيف المخاطبة. كتب له: ابني وفلذة كبدي ومحط آمالي يوسف جميل، زادني الله به متعة. أرسل لولد السلام الحار، أتذكره وأيامه التي يغضيها بين يدي، مصغيا لحديثي، مسابغا لخدمتي، برا منه لي، وإني عليه لراض ما حييت. وأتعشم أن أراه بصحته الجيدة في سرور وحبور. ولدي، بل عضدي الأيمن الذي أكمد به حسودي، وأكرم به ضيوفي، وأصون به عرضي. وصلني جوابك المؤرخ 13/9/1930، وبتلاوته علي وعلمي أنه منك رجف قلبي، وزاد حنيني عليك لبعدك عني، والله قادر على أن يجمعني بك يا يوسف قريبا. يسترسل في الخطاب إلى أن يخبره بكل شيء، محاصل لإخوانه والزراعة والمشاكل، وأنه عمر أخوك معك فقم مقامه أنت فيه. قال له أيضا في آخر الخطاب: كان في أول الجاري زارنا سعادة المستر ريد نائب المدير، ومعه المفتش المستر هندرسون، وسافرا منا مبسوطين. وبرجوعهما لمدني أن هندرسون أرسل لنا هدية تذكارية صينية صغيرة من الفضة، جزاه الله عنا خيرا. وهو سافر في هذا الشهر لمركزه الجديد بالنهود. خواجة، شوف كيف كان بيعامل، لأنه كانوا بيعاملوه معاملة حلوة. شوف المعاملة الأبوية. فاكتب إليه جواب شكر، ومر عليه إذا أراد الله حضورك في الإجازة. المسور في هذه السنة بطال، كان الله في العون. وفي الختام: إني أدعو لك بالخير والرضا، ودمت لوالدك جميل الإمام. هذا نموذج من خطاب الشيخ جميل لابنه. هنالك أيضا، معلش عفوا، أن أطلعكم. الشيخ يوسف جميل مجال كبير، وأنا أتمنى أن تتاح لنا فرصة في مجالات مختلفة حتى نتحدث عن سيرته بصورة أوسع. هذه خطاب استقالة، اللي هي استقالة الشيخ المهدي يوسف جميل اللي مسك بعد. أنا حاولت أن أذكرها، أشوف أوريكم كيف النموذج الإداري وكيف النظافة النزاهة. الوالد الشيخ يوسف جميل كان مريض، وبعده مسك ابنه الشيخ المهدي يوسف جميل، اللي هي الصورة اللي تحت ديك. كتب حضرة السيد المحترم، اللي هو سنة 65. حضرة السيد المحترم بواسطة السيد ضابط مجلس ريف الحوش المحترم، بكل أدب واحترام: سيدي، إن لي عائلة كبيرة، ووالدي مريض، وإخواني صغار وقصر، والكبار منهم محمولين، وإن راتبي لا يكفي لمعيشة أطفالي، وإني قد اجتهدت كثيرا لكي أوفق بين عمل الرسمي والخصوصي، وقد شعرت بأني أوفيت عمل الرسمي، ولكن قد قصرت في معيشة الضرورية، وحفاظا على الاسم الذي ورثته من جدي ومن والدي. قد اخترت هذه الاستقالة قبل أن تشوه سمعتي وسمعة أسلافي، وقبل أن أرتكب جريمة الرشوة أو أرفض لأسباب بطالة. فعليه أرجو قبول هذه الاستقالة من وظيفة عمدة ووكيل إداري شيخ خط الشبارقة من أول أغسطس 65. انظروا لهذا النموذج، آمل أن نحتذي به جميعا. هذه تربيتنا، وهذه تربية الناظر الشيخ يوسف جميل، وهذه مدرستنا. شكرا جزيلا.